انواع الشامبو الغالي منه والرخيص، بسلفيت ومن غير سلفيت، وشروط استخدام كل واحد فيهم. هلوز. اول نوع اللي بالسلفيت هو من فارما سيريس. هو في الاصل اصلا هو شامبو للقشره، وفي الغالب انا يوم ما اجيب شامبو فيه سلفيت لازم يكون للقشره، لان هو ده يعتبر اقوى حاجه واكتر حاجه بتنضف. هل هو فعلا بيقضي على القشره؟ للاسف بياخد وقت طويل جدا جدا عشان يقضي على القشره. انا كنت بستخدمه فتره مره كل اسبوع، يعني كل ما بغسل شعري بستخدمه. ما جابش نتيجه بسرعه، جاب نتيجه ببطء شويه، زائد ان هو نشف لي شعري جدا، لان انا طبعا بغسل كل اسبوع بشامبو فيه سلفيت ودي كارثه. دلوقتي بقيت بستخدمه مره كل اسبوعين 3 بالكتير قوي، وطز في القشره مش مهم، بس من حيث ان هو بينضف كويس فهو بينضف كويس قوي، يعني انا ببقى مبسوطه يعني. بس هو مشكلته الوحيده في السعر ان هو غالي قوي، تقريبا ب 400 او 500 جنيه حاجه كده، ده على اخر مره جبته يعني. وبينشف الشعر جامد جدا، بينشفه بطريقه فظيعه، فبضطر بقى بعدها احط نوعين بلسم، وبزود بقى في وقت الحمام الكريم بعده عشان يعوض الجفاف اللي حصل له ده يا قلب امه. البديل الارخص ليه بقى وهو نيزا باكس. هو ريحته مديه على بريل شويه او اريال، الصابون سايل من الاخر، ولكن نفس الافكت بتاع فارماسيريز ونفس العيوب ونفس المميزات. الفرق بس ان هو ارخص كتير بس، والريحه طبعا فرق ريحه. وطبعا مش محتاجه اقولك ان الانواع دي من الشامبو او اي شامبو عامه لازم بيتحط في الفروه بس، وما تدعكيش بيه باقي شعرك خالص نهائي، الا وهو تحت الحوض، تحت الحنفيه سوري. ده هيبقى شكلك تاني او تالت يوم ومخشب، صعب قوي. عادي جدا، ده طبيعي. المهم ان احنا شعرنا نضف، وكده كده احنا بنستعمله مره كل اسبوعين 3. تالت نوع بقى ده مش مفهوش سلفيت، ده من كريستس، يا رب اكون منطقها صح. وده عادي ان احنا نستخدمه مره كل اسبوع او كل ما تغسلي شعرك، بس المهم ما تستخدميوش اكتر من مره او مرتين في الاسبوع، فاهمه؟ او ما تغسلي شعرك عامه مره اكتر من مره في الاسبوع. يعني بصي اعملي زي كده، ما تغسليش شعرك غير وهو شكله مزري زي كده. بالرغم ان هو ما فيهوش سلفيت، الا ان الرغوه بتاعته كويسه حلوه، مش قويه قوي ومش ضعيفه قوي اللي هو ما تطلعش رغوه يعني. النوع الرخيص بقى من اللي هو ما فيهوش سلفيت من ايفا. انا عارفه ان انتي هتساليني على هيربل، بس هيربل يعني سعره متوسط، مش رخيص ومش غالي، متوسط. وهيربل كلنا عارفين ان هو حلو من الاخر يعني. ايفا رغوته حلوه وبينضف الشعر بطريقه يعني فوق الممتازه بصراحه، والنتيجه بتاعت شعري سواء في التنظيف او في الستايلينج بكون راضيه عنها 100%. وبالرغم من ان ايفا ارخص الا انه مش بينشف الشعر زي كريستس. يعني كريستس بينشف الشعر، ايفا لا، سبحان الله. وده ان دل على شيء دل على ان مش معنى ان الحاجه غاليه تبقى هي احسن حاجه، لا عادي، الغالي والرخيص ممكن يبقوا زي بعض، ويمكن كمان الارخص يبقى احلى من الاغلى. انا جالي عته في لساني عادي جدا. وما تقلقيش، الشامبوهات اللي من غير سلفيت هتخلي شعرك يقعد معاكي ل5 ايام فما فوق، ده في حاله لو شفتي الفيديو اللي في اول كومنت. باي.